جول. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي المشاهدين في كل مكان، حلقة جديدة مع كورة مع الزنفولي. أهلا بكم إن شاء الله يا جماعة. النهاردة في الحلقة بتاعتنا هنتكلم على أخبار نادي الأهلي، هنتكلم على أخبار نادي الزمالك. طبعا خلاص الانتقالات الشتوية خلاص بتنتهي يوم 6/2. ده يعتبر القيد المحلي. القيد الإفريقي خلاص اتقفل يوم 31/1. فاحنا لسه ناقصنا 3-4 أيام على القيد المحلي. والزمالك بسم الله ما شاء الله عامل 10 صفقات، وسمعت لسه في صفقات جايه في طريق. فنتكلم ان شاء الله اول حاجه على اخبار نادي الاهلي. طبعا كان في ضغط كبير الفتره اللي فاتت على حراسه النادي الاهلي. طبعا الاهلي فشل ذريع في التعاقد مع حارس مرمى الفتره القادمه. خلاص الاعتماد على شوبير وحمزه علاء ومخلوف. طبعا لعيبه لسه صغيرة في السن، لسه ما عندهاش خبرات، فمخاطرة كبيرة جدا الأهلي يعتمد على شوبير وحمزة علاء. فربنا يستر. طبعا الأهلي الفترة الجاية داخل على مطوشة تقيلة. أول ماتش ليه شباب بلوزداد في الجزائر، ماتش مصيري هيحدد ملامح المجموعة، فطبعا ماتش صعب جدا، يعني هيبقى ماتش صعب جدا على شوبير. فإن شاء الله شوبير ربنا يوفقه إن شاء الله. والفترة القادمة طبعا الأهلي هو اللي حطه في الموقف ده. طبعا الاهلي من اول خالص، من اول موسم غلط غلطه كبيره جدا. انا شايفها يعني الاداره غلطت غلطه، يعني مفيش تخطيط في النادي الاهلي. الاهلي ما باع علي لطفي كان المفروض يشتري حارس مرمى مع الشناوي. قال لك لا يا جماعه، احنا هنكمل الموسم بالتلات حراس اللي معانا، شناوي وشوبير وحمزه علاء. ومشينا مع الاداره مع ان القرار خطا، مشينا مع الاداره. جه الشناوي اتصاب طبعا، وهيقعد في حدود 3-4 شهور عقبال ما يرجع، يعني الموسم بتاعه كده انتهى مع النادي الاهلي. دلوقتي الاداره بتقول احنا عايزين حارس. طب انتوا يا جماعه من الاول انتوا قلتوا هنكمل بثلاث حراس، دلوقتي بتقولوا عايزين حارس؟ انا مش عارف. ف مش عارف الواحد يقول ايه. يعني انتوا كنتوا حاطين في دماغكم الشناوي مش هتصاب. طبعا خلاص احنا دلوقتي قدام الامر الواقع. طبعا الدعم، كل الدعم طبعا لحراس النادي الاهلي ان شاء الله في المرحله القادمه. ربنا ان شاء الله يوفق النادي الاهلي وشوبير ان شاء الله وحمزه علاء ومخلوف. طبعا في خبر تاني لصن داونز بيفكر يشتري بيرسي تاو من النادي الاهلي. صن داونز بيفكر اللي هو يبعت عرض للنادي الاهلي ب3 مليون دولار عشان عايز ياخد طبعا بيرسي تاو. طبعا صن داونز بقاله سنتين عايز ياخد بيرسي تاو. فهل الاهلي يوافق في بيع بيرسي تاو صن داونز؟ هنشوف المرحله القادمه. في صفقه حلوه الاهلي لو عملها هتفرق مع الاهلي جامد. في صفقه اللاعب الجزائري بغداد بونجاح. بغداد بونجاح يا جماعه عقده هيخلص مع الصد القطري شهر 6/2024، يعني كمان 4 شهور كده او 5 شهور، وهو مش عايز يجدد. فانا شايف ان الاهلي يجيب لعيب زي ده، لعيب تقيل، لعيب هداف. يعني الاهلي بقاله كام سنه مش عارف يجيب مهاجم تقيل. فانا من رايي الاهلي يمشي موديتس، خلاص كفايه عليه كده، ويضغط ليجيب اللي هو اللاعب الجزائري بغداد بونجاح. لعيب تقيل، ما لعيب طبعا مش عايز اتكلم عليه، يعني باين اصلا في البطوله الافريقيه اللي فاتت هو الاحسن لاعب في منتخب الجزائر. فيا ريت الاهلي يتعاقد مع بغداد بونجاح. الاهلي عنده 5 افارقه دلوقتي عاملين فتره معايشه في النادي الاهلي. فالاهلي خلاص يختار منهم 2 لعيبه خلاص هيعيدهم محليا. طبعا 2 لعيبه دول مراكزهم، واحد بيلعب مهاجم والتاني بيلعب باك شمال. طبعا الاهلي محتاج حته الباك شمال دي. الباك شمال اللي عند الاهلي ثغره دلوقتي كبيره جدا في النادي الاهلي.
فالاهلي محتاج باك شمال. طبعا ما بقولكش اللعيب ده ممكن يسد يعني، انا الاهلي لازم يجيب لعيب تقيل مكان علي معلول. علي معلول خلاص يا جماعه بيفنش في النادي الاهلي. فالاهلي برضو في ثغرات، طبعا لسه هنتكلم عنها في ايه، في فيديوهات تانية. الاهلي ثغرات النادي الاهلي واللعيبه المفروض الاهلي يفكر اللي هو ايه يشتريها. فالاهلي خلاص هيعيد الاثنين الافارقه دول عندهم 18 سنه، بيقولوا عليهم خامه كويسه ولاعيبه كويسه، فان شاء الله نشوفهم برضو مع النادي الاهلي. بيقول لك برضو اللعيب اللي الاهلي هيتعاقد معاه قدام لعيب حريف جدا ولعيب سريع وهيدرز، لعيب كويس يعني. فربنا يوفق طبعا الاثنين اللعيبه دول مع النادي الاهلي. صلاح محسن. صلاح محسن امبارح لسه حاطط جون في نادي بيراميدز، جون حلو صراحه. انا مستعجب صراحه على صلاح محسن بتيشيرت النادي الاهلي اسمه صلاح محسن. بقى تيشيرت تاني مصري بقى، سيراميكا، سموحه، لا مو صلاح بصراحه، مو صلاح بيتألق مع أندية بره، والنادي الأهلي متعرفش اللي بيحصل إيه. طبعا عارف مش أي لعيب بيقدر يلعب مع النادي الأهلي أو الزمالك، طبعا في لعيبة بتقدرش ضغط الأهلي والزمالك، طبعا نادي أندية جماهيرية. ف ربنا يوفق صلاح محسن. نيجي بقى لنادي الزمالك. طبعا عامل 10 صفقات بسم الله ما شاء الله. انا شايف الزمالك جاي الفتره الجايه هينافس على كل البطولات. الاداره ماشيه بخطى ثابته. الاداره بدات تجيب لعيبه حلوه صراحه يعني. الاداره انا برضو كان في كام لعيب كده قلتهم الزمالك المفروض يجيبهم، يعني جاب منهم ناس. فالزمالك قادم، زي ما بيقولوا قادم، بس المره دي قادم بجد يعني. فالزمالك طبعا انا شايف في كام لعيب كده مستقبل منتخب مصر جايبهم. الزمالك دلوقتي بيفكر في لعيبه صغيره منتخبات زي محمد شحاته، زي ناصر الماهر برضو لعيب حلو، سيف فاروق جعفر برضو، مصطفى اشرف الاهلي كان عايز يجيبه برضو. الزمالك لسه، بس لحد دلوقتي لسه الزمالك متأيدوش مصطفى اشرف. ماشي الزمالك ماشي على خطى ثابته وانا شايف الزمالك قادم الايام الجايه دي بالصفقات اللي عاملها 10 صفقات. نتكلم على رمضان صبحي طبعا الزمالك، انا سامع الزمالك دخل بقوه فيه، في ضغط جامد على رمضان صبحي اللي هو يمضي في نادي الزمالك. وانا شايف رمضان صبحي لو جه الزمالك انا شايف الصفقه دي هي صفقه القرن، زي كده امام عاشور في النادي الاهلي. رمضان صبحي لعيب تقيل، جناح انا شايفه من احسن الاجنحه في الدوري المصري. لعيب بيلعب تحت ضغط كويس جدا، بيحتاج جماهير، بيبدع ما يكون في جماهير. انا شايف رمضان صبحي لو راح الزمالك هتبقى صفقه جامده جدا، وهتنفع نادي الزمالك مع اللعيبه الموجوده زي محمد شحاته، او الزمالك برضه داخل في محمود صابر بتاع بيراميدز. انا شايف اللعيبه دي هتنفع نادي الزمالك 10 سنين قدام، زي ما كان الاهلي بيعمل كده، بيخطط ل 10 سنين قدام. الاهلي كان بيجيب لعيبه صغيره، لعيبه منتخبات اولمبيه وشباب تلعب مع النادي 10 سنين. فالزمالك دلوقتي ماشي على خطه النادي الاهلي. فرمضان صبحي شايف لو الزمالك قدر يتعاقد معاه، وانا شايف في رجال اعمال كبيره في نادي الزمالك داخله في الصفقه جامد، يعني حتى لو وصلت 40 مليون. سمعت الكلام ده. رمضان صبحي لحد دلوقتي لسه ما خدش قرار. رمضان صبحي برضو في دماغه النادي الاهلي، عايز يرجع النادي الاهلي، بس طبعا النادي الاهلي لحد دلوقتي لسه بعيد عن رمضان صبحي. وانا شايف النادي الاهلي رمضان صبحي راح الزمالك النادي الاهلي هيندم عليه جامد. انا شايف النادي الاهلي خلاص يعني ربنا بيغفر يعني لعيب كان ساب النادي الاهلي، غلط غلطه كبيره طبعا، بس خلاص اللعيب قال لك انا هعتزل للجمهور النادي الاهلي واعتزل للاداره وارجع بيتي يعني. خلاص يعني خلاص يعني الاهلي انا شايف رمضان صبحي عايز الاهلي محتاجه.
انا شايف رمضان صبحي الاهلي محتاجه، ورمضان صبحي محتاج النادي الاهلي. وانا شايف رمضان صبحي يروح نادي الزمالك صفقه قويه جدا، شايفها قويه جدا. فربنا يوفق ان شاء الله. قناه الجزائريه يا جماعه ان شاء الله هتذيع ماتشين. هتذيع ماتش هقول لكم هتذيع ماتش ايه دلوقتي. هتذيع ماتش نيجيريا وانجولا النهارده الساعه 7، وهتذيع ماتش مالي وكوت ديفوار بكره الساعه 7 برضه. يعني هتذيع الماتشين، يعني طبعا الماتشين دول اقوى ماتشين في الاربع ماتشات اللي هتتلعب النهارده وبكره يعني. فالجزائر قناه الجزائريه ان شاء الله هتذيع نيجيريا وانجولا النهارده، وهتذيع بكره ماتش مالي وكوت ديفوار. خلصت اخبارنا. ان شاء الله ما تنسوش يا جماعه الاشتراك في القناه كوره مع الزنفولي. طبعا اي صفقه الايام الجايه دي هتخلص في نادي الزمالك، طبعا هطلع على طول على القناه بتاعتي هقول على الصفقه وتفاصيلها وكل حاجه. طبعا اخبار، طبعا الواحد بيتعب قد ايه عشان يجيب لكم الاخبار دي. فان شاء الله يا جماعه الاشتراك في القناه، ويا جماعه على قد ما تقدروا شير للحلقه دي ان شاء الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.